بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلعت أخبار كثيرة أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية ينوون تحويل جبل أحد إلى منتجع سياحي ومنتجع طبي، واللي يقول لك تجريف جبل أحد، هدم جبل أحد، كلام كثير صراحة. وكثير من مشاهير التواصل تكلموا عن هذا الموضوع. أنا صراحة ما تكلمت وتأخرت، وحبيت أنا أتأكد. أنا أقول لكم إخواني الكرام، يعني أحيانا ما ناخذ الأمور إنه والله عداوة أو إن إحنا نقصد، لا، لابد التريث والتأكد من صحة الأخبار. ما في أي خبر حقيقي، سواء من مسؤول، سواء من مكتب ولي العهد، سواء من الملك، سواء من، ما في حد قال إنه سيتم تحويل جبل أحد إلى منتجع طبي أو منتجع سياحي. ما في شيء رسمي صراحة. أنا أقول لكم بحثت ما في شيء رسمي، ولا بد من التريث والتأكد. ولكن لا يمنع ان احنا نتكلم عن الموضوع. جبل أحد اخواني الكرام جبل له قدسية كبيرة عندنا احنا المسلمين. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد: هذا جبل نحبه ويحبنا. نعم. وكذلك مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد، وكان معاه أبو بكر الصديق وعمر وسيدنا عثمان، واهتز الجبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وسبحان الله، صدق الرسول. يعني هذه من الكلام اللي كان يقوله الرسول، وتدل على نبوته بعلمه بما سيحدث طبعا من الله سبحانه وتعالى، أن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. عموما اخواني الكرام، سواء كان هذا الخبر صحيح او مش صحيح، انا عندي رسالة اوصلها لكل من يتجرأ ان يحدث امر في المدينة المنورة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المدينة المنورة فقال: من احدث في هذه المدينة، يقصد المدينة المنورة. يعني ايش احدث؟ يعني اللي يسوي فتنة، اللي يسوي مشكلة، اللي يسوي بدعة، اللي يسوي منكر، اللي يسوي شغلة فيها يعني غضب لله سبحانه وتعالى في المدينة، أو آوى محدثا. إيش يا رسول الله؟ فعليه لعنة الله. هذه رسالة نوجهها لأي إنسان قد يفكر أنه يعبث في المدينة المنورة. من أحدث في هذه المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إيش رأيكم؟ هذه رسالة أنا حاب أوصلها، سواء الخبر هذا صحيح ولا مش صحيح. الحذر الحذر. أنا ياما حذرت. المكة والمدينة هذول ابتعدوا عنهم. عموما، لكن إلى الآن الأخبار اللي أنا أشوفها إن ما في شيء حقيقي. لكن هذا تحذير 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 من الرسول صلى الله عليه وسلم. أوجه هذا التحذير لكل من ينوي العبث في المدينة المنورة. والله 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 حذر الرسول. ما أبي أنا حذرك، يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر. أتمنى رسالتكم وصلت.